بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا زي ما قلت لكم ان شاء الله اول ما يصدر اي بيان او اي حاجه من صندوق التمويل العقاري بخصوص الاعلان الاخير اللي اتقدم منخفض الدخل متوسط الدخل، هطلع على الصفحه بتاعتي واقول او على القناه بتاعتي واقول النهارده صدر بيان من الدكتوره او الاستاذه مي عبد الحميد المسؤوله التنفيذيه للصندوق، وقالت ان احنا بقالنا شهر بنفرز وعدد الناس اللي تم فرزهم حوالي 277 ألف من أصل 571، يعني لسه فاضل لنا بتاع تقريبا 300 ألف ملف لسه ما فيش أي نتيجة أو لسه ما فيش أي حاجة بالنسبة لهم أو لسه ما تمش فرزهم. يبقى احنا كده قدامنا ممكن يكون بتاع شهر كمان عبال ما يخلصوا، ان هو مش هيقولوا نتيجه الا لما يخلصوا الفرز كله. النتيجه مش هتطلع الا لما ال 571 الف يخلصوا. ده مبدئيا بس عشان الناس اللي مستنيه، يعني انت كده بالميت فيك شهر كمان. لو احنا هنحسبها نسبه وتناسب، احنا بقى لنا شهر دلوقتي تقريبا من ساعه الاعلان ما وقف، خلصوا 277، فاضل تقريبا 300 الف ملف، يعني فاضل ربع مليون ملف تقريبا، ربع مليون ملف. هيخلصوا امتى؟ قول شهر كمان، معاك شهر كمان يخلصوا فيه، ممكن اقل ممكن اكتر، الله اعلم، ما ذكرتش، بس انا بدي توقعات يعني. تمام. في بعض المناطق ذكرتها على الموقع. المناطق دي كلها تابعه للقرى والنجوع في الصعيد والاقاليم، مش تبع المحافظات اللي هي المعروفه او المدن الجديده خالص، كلها حاجات في النجوع. اللي عايز يعرف المناطق دي، لو حد مقدم في الحتت ديت يخش على صفحتي هيلاقي انا منزل كل المناطق دي عدد اللي قدموا فيها اقل من عدد الوحدات، فدول هيبدا يتم التعامل معاهم بطريقه مختلفه، بمعنى يعني هيتم الاستلام الميداني عليهم اعتبارا من الاسبوع اللي جاي، وهيتم توزيع الشقق بدون اولويات. ليه؟ عشان عدد اللي قدموا اقل من عدد الوحدات، فطبيعي ان هم لما هيسلموهم هيتبقى وحدات، فهم مش مستنيين بقى موضوع ان هم يستنوا واولويات والجو ده. لا خلاص، مفيش اولويات في المناطق دي بس، مش في كله، في المناطق دي بس. والمناطق دي انا هذكرها عندي على الصفحه على الفيس، عشان طبعا هي كتيره شويه واسامي صعبه شويه ونجوع وكوره وحاجات كده غريبه، فقلت لو عملت بيهم فيديو وذكرتهم الفيديو هيبقى طويل قوي، فقلت لا انا هطلع اقول اللي عايز يعرف المناطق دي ايه يبعت لي على الواتساب بتاعي، وانا هبعت له اللينك بتاع الصفحه يخش يشوف ايه هي المناطق اللي عدد الناس اللي قدموا فيها اقل من الوحدات، وهيتم الاستعلام الميداني عليهم الاسبوع اللي جاي. ده بالنسبه للمناطق دي. اما بالنسبه لبقيه المناطق فالوضع لسه زي ما هو، مفيش اي رسائل اتبعتت، عشان الناس اللي طالعه على التيك توك وعلى الفيس وعلى اليوتيوب يقول لك بداوا يبعتوا رسائل وبدات في ناس قبلت، ولا رساله اتبعتت لبني ادم. ال 571 الف اللي قدموا مفيش واحد جات له رساله، فاللي يقول لك غير كده يبقى بيشتغلك لسه مش قبل شهر كمان، مش قبل شهر كمان على الاقل عشان نبدا تظهر النتيجه. احنا بقى لنا شهر دلوقتي وخلصوا 277، فاضل لنا بتاع 300,000، فقول بتاع شهر كمان، او يا عم لو ضغطوا على نفسهم اسبوعين، فانت بتتكلم مثلا ممكن نص رمضان مثلا، في خلال 3 وارد. فاللي عايز اي معلومه يخص القصه دي يخش على صفحتي، هيلاقي البوست انا منزله، هيلاقي المناطق اللي هي قالت عليها، والبوست انا شارح فيه كل حاجه ومشروح بالتفصيل كل الكلام. المناطق دي طبعا عشان قلت لو عملت بيها فيديو الفيديو مش هيخلص، مناطق كتيره شويه ومتفرعه ومتشعبه واساميها صعبه قوي في النطق، فاكيد الناس بتاعت الاقاليم والنجوع عارفين الاسامي دي، فخشوا شوفوا انتوا قدمتوا في الحتت دي ولا لا، وايه القصه بتاعتك وايه دنيتك. المناطق دي بس اللي هيتم الاستلام الميداني عليها الاسبوع الجاي. اما بقيه المناطق كلها الثانيه اللي هي المعروفه اللي كان عليها ضغط جامد دي لسه زي ما هي. وخلي بالك قالت ملحوظه مهمه جدا، ان عدد الناس الغير منطبقه بالنسبه اللي تم فرزهم اكتر من العاده، يعني العدد كتير شويه، وقالت ان هم مركزين على الناس اللي واخدين شقق قبل كده، ومن ضمنهم دول، يعني هي ذكرت كده ان العدد اللي غير منطبق بالنسبه للي خلص كتير مش قليل، وبالاخص الناس اللي مستلمه شقق او عندها شقق بالفعل، الكلام ده انا قلته قبل كده، وقلت يا جماعه اي حد عنده شقه مش هيشم شقه تبع الاسكان، هيعرفوا منين؟ قلت لك هيعرفوا، وعندهم مليون طريقه يعرفوا. حبيت اعمل لكم الفيديو دوت عشان الناس تهدى، والاسئله كتيره جدا على المواقع، النتيجه امتى لسه قدامنا شويه. 571 الف ملف، الموضوع مش سهل، والفرز بيتم بطريقه دقيقه جدا، عشان كده الموضوع مطول، عشان يدوا اللي يستحق الشقه فعلا، مش كل من هو مقدم وخلاص وعنده شقه او عنده بيت او عنده اي حاجه هياخد. لا، اللي هياخد الشقه دي اللي محتاجها فعلا، او اللي ما عندوش شقه فعلا، غير كده انسى.
تحياتي ليكم. ده كان فيديو كده ايه، حبيت اوضح للناس ايه اللي تم او ايه الموقف لحد دلوقتي، ايه الموقف الصندوق لحد دلوقتي. وتابعوني عشان اي جديد في الموضوع ده ان شاء الله هتلاقيني بطلع على الصفحه سواء هنا او على الفيس او على اليوتيوب، ببلغكم باي حاجه بتحصل في موضوع الاسكان الاخير اللي نزل. وربنا يكرم الجميع، وان شاء الله الشقه تروح للي يستحقها وما تروحش للي بيستنصح عشان مش هتجيلك. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.